علاش ما درت والو في حياتي. ما عرفت علاش انا ماشي بحال الناس. ما عرفتش انا الزهر ما عنديش. انا غادي نخوي المغرب. عييت ما نخدم وما جمعت لا راس المال لا والو. عييت ما نقول ندير وتا حاجه ما درتها. بغيتي تعرف المشكل فين كاين وتبع معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وغنوريك المشكل فين كاين. انت اللي كتشوف فيا او لا انتي اللي كتشوفي فيا. اول حاجه من كتبي ديروا شي حاجه كتمشوا كتعاودوها للناس الاقرباء والاصدقاء والعائله. هذا غلط الاول اللي كديروا في حياتكم. اما بالخصوص الناس اللي كتكون يد العامله خدامه في الفلاحه او خدامه في الوزينات، تنتوما كديروا غلط. شنو هذا الغلط؟ فاش كتمشيو تخدموا كتفتحوا المجال لبزاف ديال الناس وبزاف ديال الناس اللي خدامين معاك في المجال، كتبارطاجوا معاهم بزاف ديال المعلومات الشخصيه. وهنا كتبينوا نقطه الضعف ديالكم بلا انتوما فاشلين. هنا كيتنمروا عليكم وكيبداو كيضحكوا عليكم وكيعصبوكم وكيقلقوكم وكيحرشوا عليكم الباترون او المسؤول اللي نتوما عنده، وهكا كتخرج من العمل او لا من التوظيف اللي انت فيه. هذه المسألة الثانية دوزناها. اما المسألة الثالثة هو خاصك تعرف بالله هاد الحياة خاصك تطيح وتنوض وتطيح وتنوض وتطيح وتنوض حتى تصدق شي نوضة اللي ما غاديش تطيح فيها. اما الا بقيتي تحطي وعاودتي نطي وتحطي وما بقيتيش نطي، هذا مشكل منك وماشي من هاد الاسباب اللي قلت ليك. لهذا الا باغي دير شي حاجه في حياتك ما تبارطاجيهاش مع الناس. الا بغيتي تسافر ما تقولهاش الناس. الا بغيتي تخدم ما تقولهاش الناس. بغيتي تشري سياره ما تقولهاش الناس، لان هذوك الناس غيتسببوا ليك في المشاكل اللي قلت لكم. هو دائما بنادم كيعطيك الفشل وما كيعطيكش النجاح. حاولوا اي حاجه باغيين ديروها حاولوا تكتموا السر ديالها حتى ديروها. كان معكم كيف ما العاده خوكم عبد الرحيم، دائما موضوع جديد.